صور نادرة جدا لرؤساء ومشاهير العالم. أدولف هتلر يقوم بدور مساعد العريس في يوم زفاف وزير دعايته وصديقه جوبلز. نجم السينما هيث ليدجر في صورة له قبل أيام قليلة من انتحاره، فهل كانت لا تزال شخصية الجوكر تتلبسه؟ الزعيم الروحي لحركة الاستقلال الهندي غاندي في صورة نادرة له أيام شبابه وهو يرتدي بدلة عندما كان طالبا يدرس الحقوق. أسامة بن إلدون في تدريب رياضة الجودو قبل سنوات طويلة من تحوله إلى زعيم لتنظيم القاعدة. الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون أثناء مباراة كرة الطائرة عام 1971. أبرز المدافعين عن الحرية مارتن لوثر كينغ وهو طفل صغير، وبالتأكيد لم يكن لديه أدنى فكرة عن التغير الذي سيحدث له عندما يكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. عبقري الفيزياء ستيفن هوكينج مع زوجته جين يوم زفافهما. صورة نادرة للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وهي شابة وكانت تخدم بالجيش البريطاني. صورة طريفة جدا، رئيس يسلم على رئيس وهو الرئيس الأمريكي جون كيندي يسلم على الرئيس بيل كلينتون ضمن زيارته لجامعته وهو ما زال طالبا. العقلية الفيزيائية الفذة ألبرت أينشتاين وهو في العمر 14 عام، وكان شكله بعيدا عن الشكل الذي تعودنا عليه بالشعر غير ممشط والشارب. مناهض العنصرية في القارة السمراء نيلسون مانديلا في صورة نادرة التقطت عام 1937 يوم قبل أن يصبح زعيم عالمي وهو في العمر 19 عام. الزعيم النازي أدولف هتلر يتمرن أمام المرآة على النداء الحركي أثناء إلقاء خطابه عام 1925. الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدرسة الثانوية. بيل جيتس هو مؤسس شركة مايكروسوفت عندما ألقي القبض عليه وهو في عمر 22 عاما لارتكابه مخالفات مرورية، ولم تذكر أي تفاصيل عن الواقعة سوى هذه الصورة التي التقطت له بعد القبض عليه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق وسبسكرايب للقناة.